رمضان في مصر حاجة تانية والسر في التفاصيل. كل سنة وانتوا طيبين ورمضان كريم. زمان في رمضان كنا بنحب نعمل مقالب، نحط واحد صاحبنا في شوال ونحطه قدام شقة ونرن الجرس ونجري، يطلع صاحب الشقة ويفتح الشوال، يقوم طالع صاحبنا من الشوال ويصوت في وش الراجل واحنا بنتفرج من بعيد وعمالين نضحك. حاجة بصراحة اخر قلة ادب. بس اللي غريب فعلا صاحبنا اللي كان بيوافق انه يتحط في الشوال، لان في اغلب المرات كان بيتعجن ضرب عيل جبلة. اي حد عادي ممكن يديني بالجزمة عادي خالص. طبعا المقالب دي كانت غلط، بس احنا كنا اطفال مش كبار، واخد بالك؟ مش كبار. تعالى بقى نتكلم عن المقالب، عن التلفزيون عموما في رمضان، وايه اللي كان بيقدمه زمان وايه اللي بيقدمه دلوقتي. يلا بينا. احذر تعيدها تاني انا بحذر. مساء الفل يا حلوين. شهر رمضان شهر الخير والبركة وكل الناس بتستناه. في رمضان بنستعيد ذكريات الطفولة، زينة الشوارع والفوانيس والمسحراتي والكنافة والقطايف وضربة المدفع وكل الحاجات الجميلة. وافتكرت التلفزيون زمان ولمتنا على المسلسلات، مسلسل ليالي الحلمية وسنبل ورحلة المليون. سالخير وابناء الاعزاء شكرا. الدنيا زمان كانت رخيصة، كانت البيضة قد كده هو و10 ساعة. كان في قيم وفكر، وكمان كان في تسلية وفن. وده أول قطر ينام في بيوت. حتى الإعلانات كان ليها طعم مختلف. شيلي كولا على قد سني والصورة دي أحلى من أحلى بوغاشة. وبرامج المقالب اللذيذة زي الكاميرا الخفية. مديحة حاتم، حدائق القبة، أهلا وسهلا، القاهرة. كان الكلام من فضة دلوقتي أصبح ذهب. وفوازير سمورة وفطوطة. اكشن فطوطة مخرج امريكا اتعلم سيما في امريكا. وفوازير عمو فؤاد. عمو فؤاد راجع يا ولاد. وفوازير نيلي. وفوازير شريهان. لك إيه 30 مثل واضحين جدا عارفينها أبا عن جدا. محتوى كله فن وذوق ورقي وخفة دم، وده كان مأثر على الناس ونفسيتهم وأخلاقهم وتصرفاتهم، بالظبط زي الفن دلوقتي ما هو مأثر على نفسيتنا وأخلاقنا وتصرفاتنا. وده خلانا نتأمل شوية في التلفزيون دلوقتي. مش قصدي أقارن بزمان، بس مستغرب من ذوقنا وميولنا واللي وصلنا ليه دلوقتي. ما هو إحنا اللي بنشجع وبننجح أي محتوى سواء كان حلو أو وحش، لأن مقياس النجاح دلوقتي بعدد المشاهدات. زمان ما كانش قدامنا غير المحتوى اللي بنشوفه في القناة الأولى والتانية، لكن دلوقتي عندنا آلاف القنوات وآلاف الأفلام والمسلسلات وآلاف صناع المحتوى. لكن للأسف دلوقتي المشاهدات بتزيد كل ما زاد الإسفاف والبلطجة والتفاهة. ومش معنى محتوى هادف يعني لازم يكون تعليمي أو ثقافي، ده ممكن يكون الهدف تسلية أو ضحكة أو بسمة، وده في حد ذاته هدف جميل ومفيد. زي مثلا برامج المقالب بتاعت زمان، كان الهدف منها التسلية والضحك، وفعلا لما كنا بنشوفها كنا بنتسلى وبنضحك. لكن دلوقتي برامج المقالب بقت عبارة عن استفزاز وأذى نفسي للضيف وللمتفرج. يعني ايه اجيب فنان اتنمر عليه وبهدله وارعبه واضحك عليه الناس، واخد بالك؟ اضحك عليه الناس. وهنا بقى اصل المشكلة، هو ازاي الناس بتضحك على المشاهد دي؟ انا خايفة. احنا عايزين نبسط الناس. المشاهد دي لو بتضحكنا وبننبسط لما بنشوفها فغالبا في عندنا مشكلة. وعشان الحلقات دي تبقى اعلى نسبة مشاهدة وترند فده معناه انها عجبت اغلب الناس. وعشان كده المشكلة مش في اللي بيقدموا البرامج دي، المشكلة في اللي بيتفرجوا عليها. اللي بيقدموا البرامج اداة في ايد المنتجين اللي عايزين يكسبوا، ودي طبيعة شغلهم. يعني مثلا اشهر مقدمين المقالب رامز جلال. رامز جلال شخص بسيط ومحبوب من كل زمايله. لا رامز حبيبي صاحبي. وعلى فكرة هو نفسه قال في برنامج قبل كده انه بيخاف من المقالب، لكن هو دمه خفيف والمقالب لعبت معاه. وكل سنة اجره بيزيد والانتاج والامكانيات بتزيد، لان الاعلانات بتزيد لما المشاهدات بتزيد. والبرنامج فيه اعداد وفريق كبير بيدرس كل حاجة في البرنامج، الفكرة والامان وتوقع النجاح، فكل حاجة محسوبة. وخلي بالك هما بيجيبوا الاشخاص الترند. كان مرة في فنان لسه في البدايات وقال في برنامج ان والدته قالت له عقبال ما اشوفك مع رامز جلال. طب دي بقى بتدعي له ولا بتدعي عليه؟ لا طبعا بتدعي له. ايوه، ما هو مادام طلع مع رامز يبقى اكيد بقى نجم وناجح. وعشان كده ضيوف البرنامج بيبقوا عارفين انه مقلب وبيروح. مفيش حد بيروح
مقالب من المقالب دي كلها الا لما يكون عارف، لان ده معناه ان هو ناجح وهياخد فلوس وهيتشهر اكتر. صفحة جديدة في تاريخك الفني، هتخرج من عندي مش بس بترقص، لا كمان بتغني. طب لما الضيف عارف ان هو مقلب، امال المقلب بيتعمل في مين؟ قول انت بقى. بيتعمل في حضرتك طبعا. ما هو انت قاعد بتتفرج ومندمج وفاهم انه مقلب وفرحان في الضيف اللي بيتبهدل قدامك مع انه ما عملكش حاجه، ومش فاهم ان المقلب بيتعمل فيك انت. طب ازاي بقى؟ انا عايز حضرتك تقنعني ازاي. هقول لك يا سيدي، ما هو انت اللي بتزود عدد المشاهدات، وانت اللي بتدفع تمن انتاج البرنامج وتمن الاعلانات. ما هو اي منتج في الدنيا بيضيف سعر التكاليف وتمن الاعلانات على سعر المنتج، واللي بيدفع تمنه المستهلك اللي هو سعادتك. يعني مثلا لما حضرتك بتروح تشتري باكو شاي، انت بتدفع تمن الشاي بالاعلانات بالضرايب بالليله كلها. ما هو صاحب الشركه مش هيدفع لك حاجه من مكسبه. يبقى مين بقى اللي بيشرب الشاي، قصدي المقلب؟ سعادتك. ويا رب تكون فهمت وتروح تتفرج على حاجه تستاهل. ليه بدل ما اتفرج على محتوى يفيدني او يسليني ويخليني مبسوط، اروح لمحتوى يخليني مش مرتاح ومخنوق ويتعب نفسيتي؟ يا ريت نفكر شويه ونفلتر اللي بيدخل دماغنا، لان فعلا كل حاجه بنشوفها بتاثر على سلوكنا ونفسيتنا. انا ظهر قدامي المشهد ده ولما شفته اتصدمت. انت جاي تحل ولا جاي تطلعنا ولا الجزمه؟ انت كده كده ابن جزمه من غير ما اعمل اي مجهود. انا لا عاش ولا كان اللي يتكلم معايا كده. امك على اللي جابتك. وقلت كويس ان الدولة اخدت خطوة في رقابة الدراما. انا طبعا ضد التحكم في الفن والفكر والابداع، بس المهم يبقى فن وفكر وابداع، مش قلة ادب نعلمها لاولادنا. المهم رمضان عدى بسرعة وجانا العيد. جانا العيد وجانا العيد، العيد فرحة وأجمل فرحة تجمع شمل قريب وبعيد، سعدنا بيها. وحابب اوضح ان سعدنا بيها سعدنا بيها ده كان واحد جارنا وسموه كده عشان والدته كانت ذكية جدا. مش عارف ليه كنت بسمعها كده. سعدنا بيها بيخليها ذكرى جميلة لبعد العيد. في الاخر كل سنة وانتم طيبين، وعايز اقول لكم بجد بجد أنستونا. ما تنساش بقى تشترك في القناة عشان تشوف الحلقات اللي جاية، أنستونا. أمال إيه؟ وبتفرج على الحلقات اللي فاتت. سلام.